السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم كامل يلقاكم بخير اخواتي بناتي، تكونوا كامل بصحة جيدة وعافية. اليوم راح نديروا الكيك، يجي بزاف بنين وشكله يعني شباب والذوق تاعو رائع، ويعني المقادير تاعو بسيطة يعني بزاف، وتعطينا كمية كبيرة. يعني شوفوا شحال الكمية تاعو، يعني بزاف يخرج لنا بزاف. وتقدروا تحضروا يعني مقبل مش حيخسر، راح تحطوه في الليل وتحطوه الصباح يعني ما يخسرش، ولا مباشرة يعني ثاني يجي هايل. ونبدأ مباشرة في التحضير. نحتاج لهذه الوصفة 4 حبات بيض كاملين، وكاس تاع الحليب بارد، وكذلك عندنا كاس معمر تاع السكر، وكاس الا اسبوعين تاع زيت تكون نوع يعني مليحه، وحبه تاع مبشور الليمون. وحنبداو في التحضير. اولا نشوفوا نخلطوا البيض يعني بالفوي ولا بالباتور. قبل ذلك ندير قرصه تاع الملح باش يطلع لنا البيض تاعنا مليح. هكذا كما قلت تقدروا تطلعوها بالباتور ولا بالفوي، يعني كيف كيف. يعني من احسن الباتور باش تجي طالعه هكذا، يعني ما تحتاجيش جهد بزاف كيما الفوي، يعني تخلطي بيدك بزاف. هكذا بالباتور تجيك سهله. نخلطوا شويه برك مع الاول. هكذا قسما نفتح البيض يعني ونضيف مباشره السكر، يعني الكميه كلها تاع الكاس تاع السكر نضيف ونخلطها مليحه حتى نشوفوا اللون تاعو تبدل ولا ابيض. هكذا يميل للابيض ويطلع هكذا. هكذا طلع البيض تاعنا هنا مع السكر برك. ودركا نبدا نزيد في الزيت، نزيدها غير بشويه كيما نديرو نطلعو المايونيز، غير بشويه هكذا كي الخيط، واني نخلط هكذا كاني نقطرها غير بشويه كي الخيط باش تطلع لنا مليح هكذا. وما نحبش وانا نخلط فيها هكذا حتى نكملها كامل. نذكركم كذلك عندنا زوج اكياس تاع الخميره، ما قلتهمش مع الاول، يعني ضروري زوج باكيات تاع خميره. نقعد نخلط هكا ونضيف الزيت تاعي غير بشويه تدريجيا بشويه فقط هكذا حتى نكملها كامل. من بعد راح نزيد كذلك الكاس تاع الحليب تاعي، كذلك نزيدو يعني ماشي كيما الزيت، نزيدو نضيفو مباشره مش هي على دفعات 2 مرات ولا هكذا. مش حنفرغو بالعقل كيما الزيت، يعني عادي فقط 2 مرات ولا 3 ونفرغو على مرة هكذا. ونقعد نخلط كذلك. هاد الكيك يجينا بزاف بنين، ويجي تاني طالع يطلع بزاف ويعطينا كمية يعني كبيرة وفيرة تاع الكيك. هكذا نخلطوه شوية يعني ماشي بزاف، قسم ما يتخلط الحليب مع الخليط اللي عندي. دركا حنزيد المبشور تاع الليمون او الزاست تاع القارص هذاك، نكون سكرفشتو ونزيدو معاه باش تعطينا النكهه شابه تاع الكيك. دركا راح نضيف الفارينه كما قلت على حساب يعني السائل اللي عندنا. نقدروا نطيحوه 2 كيسان، نقدروا 2 ونص، على حساب يعني نشوفوها كي نشوفوها يعني تقادت وبدات كي نرفدها بالمغرف تتقطع صافي هنايا خلاص. دركا كيما قلت نزيدوا الخميره مع الفارينه باش تخلط لنا مليح هكذا ونخلطوا هكذا. نزيدوا لها الفارينه كذلك من الفوق. هنا درت كاس الاول تاع الفارينه هكذا، ونخلطوا ندخلوا مع الخليط تاعي كامل. كاس درت الكاس الاول تاع الفارينه مع 2 باكيات تاع خميره الحلوى هكذا. ندخلهم بالخف ونزيد الكاس الثاني. دونك نضيف الكاس الثاني هكذا. ولازم نغربلو الفرينه باش كما قلت نتحصلوا على نتيجه شابه. ونقعدوا نخلطوه هكذا حتى ندخلوا كامل الفرينه مع الخليط ديالنا هكذا بلا باتور، يعني بالفوي ولا بالملعقه هكذا، يعني
كيف كيف شوفوا نرفدوه كي نشوفوها بدات تقطع، يعني الخليط تاعنا راهو ثقيل، يعني نتوقفوا ما نزيدوش الفرينه. كما قلت تدي زوج كيسان ولا 2.5 هكذا. شوفوا كيفاش الخليط تاعنا هكذا. الخليط تاعنا يجي ثقيل وماشي ثقيل بزاف بزاف، بهذا كما راكم تشوفوا. هنا نخليه يريح واحد 5 دقائق فقط، ما يفوتش يعني 3 ولا 4 5 دقائق هكذاك برك. قسما نوجد المول تاعي تاع الكيك هكذا، ندهنو بشويه زبده ونزيدلو شويه فرينه. وإلا ما كاش تقدروا ديروا بابي كويسون، يعني نتيجه واحده. هنا ماشي يلصق لك ابدا هكذا بالفرينه والزبده. هنا درت كميه تاع الخليط تاعي وخليت شويه فقط هكذا، شويه كما راكم تشوفوا. نزيد لها 2 ملاعق تاع كاكاو بني هكذا، الحلو كاكاو بني الحلو. ودوكا نعاودو نخلطو مع ديك شويه تاع اللي بقات لنا، هاد شويه فقط باش تعطينا هذاك الشكل اللي درناه في الوسط هكذا. نخلطهم حتى نحصلوا على اللون البني تاع الخليط تاعنا هكذا. ما خليتش بزاف، خليت واحد 4 ملاعق فقط كما راكم تشوفوا هكذا. شوفوا خلطوهم مليح، ندخلوا الكاكاو تاعنا مليح، ودركا نفرغوه بهذه الطريقه في الوسط تاع الخليط تاعنا هكذا فقط. يعني يجوك اشكال شابين في الوسط، مع يعني تقدروا ديروا بزاف اشكال. هذا شكل بسيط من الاشكال اللي تقدروا تخرجوهم هكذا. نكملوه كامل في الوسط هكذا. ودوك نجيبو هكذا بهذه الطريقه، يعني نحركوه بهذه الطريقه مطرق تاع الشوا هذاك ولا كيردون يكون مليح، يعني نديرو هذا الشكل هكذا هكذا. ودوك ندخلوه مباشره في الفرن على 180 درجه، نخلوه في الوسط يطلع بالعقل حتى نشوفوه بدا يحمر من الفوق. نزيدو نحمروه شويه فقط من الفوق ونحيوه هكذا. هاوليك نحطوه دوك في الفرن كما قلت. الفرن تكونوا سخنتوه شويه. هاوليك بعد اللي طاب شوفوا كيفاش جا تنفخ مليح، ونشوفوه يبان لكم يعني كي يطيب من تحت تبان لكم بلي الاطراف راهو طابوا. زيدوا حمروه غير شويه من الفوق فقط حتى تحصلوا على هذا الشكل. وتزيين تاعو تقدروا ديروا شويه لاجولي مع شويه كاوكاو محمص يعني ولا لوز ايفيلي. تقدروا كذلك ديروا هكذا شويه تاع شوكولا هكذا من الفوق. انا درت شويه لاجولي شويه شوكولا هكذا من الفوق، جا تاني هايل. كما قلت كاوكاو اللوز ايفيلي محمص هكذا يجي شباب من الفوق كذلك. وكي تقسموها ولك الشكل يعني لداخل كيفاش تلقاو اشكال بزاف يعني تاكلوا تتمتعوا بهم هكذا. يعني وصفه سهله وسريعه كذلك، يتحضر بكل سهوله. كذلك مليح مع القهوه تاع الصباح للاطفال للضياف، يعني مليح بزاف وبنين كذلك. هاوليك كما قلت لكم تقطعوها تشوفوا اشكال بزاف بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم ان شاء الله تعجبكم. وتركوا لي في تعليقاتكم اللي جربها. وما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وفي رعايه الله وحفظه، وتمنياتي لكم بالتوفيق والى اللقاء.